يا ترى اللي احنا شايفينها دي ايه، كيكة ولا اسفنجة؟ شوفوا ما شاء الله، طراوة وهشاشة وخفة حلوة قوي قوي قوي. واللون زي ما احنا شايفين لون اصفر فاتح في منتهى الجمال. الريحة ما تتوصفش، الطعم حكاية، واللون طبيعي جدا بدون اي اضافات صناعية. وبما اننا في موسم اليوسفندي او اليوسفندي، فعملت كيكة اليوسفندي بمقادير مظبوطة جدا، طلعت لنا النتيجة الروعة اللي شايفينها دي. زي ما قلت الطعم كمان لما تجربيها وريحتها هتحكمي عليها ومش هتغيري الطريقة والمقادير اللي انا عملت بيها الكيكة الروعة اللي شايفينها دي. وكمان دايما بنعمل كيكة البرتقال، فقلت اغير ونعمل كيكة الاسفندي، بما ان الاسفندي كمان موجود الايام دي وبكثرة زيه زي البرتقال. فنجرب طعم الاسفندي في الكيكة زي ما جربنا البرتقال ونشوف نتيجته ايه. وكانت النتيجة الروعة اللي شايفينها، وان شاء الله زي ما قلت هتعجبكم جدا لما تجربوها. هنشوف مقادير الكيكة اللي شفناها الروعة، طعم ولون وقوام. مقاديرها معانا 5 حبات أسفندي بوسط بالشكل اللي شايفينه ده، ولو كبير يبقى 4. بنقشر الأسفندي، وطبعا قبل ما بنقشره بنغسله كويس جدا، لأن احنا هنضيف مع حبة الأسفندي اللي شايفينها دي هنضيف قشر، فلازم نغسله كويس جدا قبل ما نقشره عشان يبقى القشر نضيف. وبنفتح حباية الأسفندي من النص كده بالعرض عشان نطلع البذر اللي فيها. طبعا هو لما بنضربها في الخلاط وبنصفيها بعد كده البذر هيطلع في المصفى، لكن يعني بنخفه عشان ما يعملش مرارة بقدر ما نستطيع. بعد ما قشرنا الأسفندي وقطعناه وشيلنا البذر اللي فيه، بننزله في الخلاط وبنضربه بدون اي اضافات غير ربع كوباية مية صغيرة زي ما احنا شايفين، عشان تمشي الخلاط بس، لان احنا عايزين عصير مركز عشان يبان طعمه ولونه في الكيكة زي ما شفنا في الاول كده. ما بنخفوش بمية كتير. بعد ما بنضرب القلب او الاسفندية نفسها زي ما شفنا كده ضرب كويس جدا وننعمها عشان الالياف اللي فيها، بنضيف للعصير ولسه في درق الخلاط قشر حباية ونص، يعني قشر حباية كامل ونص قشر الحباية التانية. بنقطعهم وبنحطهم في العصير ونضربهم هما كمان مع العصير عشان يدي لون وطعم حلو قوي قوي للكيكة. وبعد كده بنصفي العصير عشان يبقى خالي من كل الألياف، ولو البذر عدى مننا، وكمان بقايا القشر اللي ممكن ده كله يعني يعمل هبوط للكيكة وما يساعدهاش على ان هي ترتفع زي ما شفناها في الاول. فبعد ما بنصفي العصير في بولة بالشكل ده، بنرفع الشوائب دي مش عايزينها، وبقى معانا العصير صافي جدا ومفيش فيه اي بذور ولا اي شوائب. بننزل في طرق الخلاط بكوباية ونص سكر، وممكن تخليهم كوباية وربع. انا لو هاكل الكيكة لوحدي كنت عملت كوباية وربع بس، بيبقى الطعم مظبوط جدا. العصير اللي صفيناه وشيلنا منه الشوائب، بعد ما بننزل كوباية ونص في درق الخلاط سكر، بننزل عليهم بكوباية ونص عصير مركز زي ما شفناه في الأول، ما ضفنالوش أي مية غير الربع كوباية اللي حطيناها في أول ما حطينا الأسفندي في الخلاط عشان نمشي الخلاط ما يبقاش تقيل على الخلاط. بنضرب السكر بالعصير كويس قوي عشان السكر يدوب. وطبعا السكر ممكن اعمله في البولة زي ما هنشوف باقي الطريقة، لكن انا قلت طالما الخلاط يعني بستعمله وعملت العصير والدرق موجود جنبي، فاعمل فيه السكر عشان يدوب اسرع واحسن. بنشيل السكر والبرتقال اللي ضربناهم في درق الخلاط على جنب، وبنجهز بولة ونحط فيها 3 بيضات وسط زي ما شفنا، وبننزل عليهم بكيسين فانيليا. المفروض انه كل كيس بيضة، بس عشان هنا هنضيف اسفندي فالاسفندي بيشيل الريحة ومش محتاجة الفانيليا اكتر من كده. ومعلقة ونص خل،
وبنضرب البيض والخل والفانيليا كويس جدا، وبعد ما بنضربهم بننزل عليهم بالعصير والسكر اللي ضربناه في الخلاط، اللي هو كوباية ونص سكر وكوباية ونص عصير أسفندي، ومعانا لسه نص كوباية هنظبط بيها قوام الكيكة في الآخر. وبعد ما نزلنا بعصير الأسفندي والسكر زي ما شفنا، باقي المقادير كوباية زيت بننزلها على المقادير السايلة وبنخلطها زي ما شفنا كده. يبقى كده خلطنا المقادير السايلة كلها، اللي هي 3 بيضات، كيسين فانيليا، معلقة ونص خل، كوباية ونص سكر اللي دوبناهم في العصير، وكوباية ونص عصير، وكوباية زيت. بنركنهم على جنب. ومعايا دقيق زي ما شايفين كده في الطبق اللي قدامنا ده، 3 كوبايات بالكوباية اللي بينتها المج العادي. والكوباية الرابعة اللي شفناها في المج دي أو في الكوباية بنشيل منها معلقتين دقيق وبنبدلهم بمعلقتين نشا، وبننزلهم على باقي الخليط اللي هو الدقيق، وبنضيف للدقيق ذرة ملح وكيس كامل بيكنج باودر ومعلقة إلا ربع من الكيس التاني، لأن أنا معايا 4 كوبايات دقيق والجو كمان برد، عشان ما تبقاش الكيكة هابطة ومش حلوة. يبقى كيس بيكنج باودر ومعلقة إلا ربع من الكيس التاني وذرة ملح و4 كوبايات دقيق. بنشيل معلقتين دقيق وبنضيف معلقتين نشا على كل الدقيق اللي معانا. وطبعا الدقيق ده يعني لجميع الأغراض. وبننزل بالدقيق مش مرة واحدة زي ما شفنا، بننزل شوية بشوية عشان يدوب أحسن وما يبقاش فيه أي تكتلات في قوام الكيكة. وبعد ما بنخلط كل شوية بننزل بالشوية التانيين، وبنخلط كويس جدا وفي اتجاه واحد زي ما شايفين برضو. بكده خلصنا كل الدقيق. وزي ما شايفين قوام الكيكة تقيل جدا أو غليظ، فده ما بيساعدش الكيكة ان هي تبقى خفيفة وهشة زي ما شفناها في الأول زي الإسفنجة. ومعانا هنا إضافة بسيطة جدا لكنها بتعزز الطعم، وكمان بتفتح اللون وتوحده، يعني بيبقى اللون واحد، مش يعني فيه كده بقع زي ما بنشوف، بيبقى حتة فاتحة وحتة غامقة. لا، اللون هنا بيتوحد بالنص الليمونة اللي شفناه ده. إضافة حلوة جدا جدا تضيفيها في كيكة البرتقال أو كيكة الأسفندي أو حتى الكيكة العادية اللي باللبن أو بالمية. بتضيفي نص ليمونة، بيديلك لون موحد ومظبوط وحلو قوي قوي. بعد ما بنخلط كل الإضافات اللي ضفناها دي وآخرها عصير نص الليمونة، بنخلط كويس جدا بالمضرب، وبعد المضرب بالاسباتيولا عشان نجيب اللي راكن على جوانب البولة وما يبقاش فيها أي تكتلات. وصينية تنفع لمقدار الكيكة اللي معاكي، بترش الصينية دقيق بعد دهنة بسيطة من الزيت أو السمنة. بنرشها دقيق وبنقلبها ننفضها من الدقيق بحيث ان يكون الدقيق يدوب رشة خفيفة كده عشان الكيكة ما تلزقش. بننزل كل المقدار في الصينية وخبطتين كده عشان نطلع كل الفقاقيع اللي بتعمل شرخ في الكيكة. وبعد ساعة في الفرن على الرف اللي في النص على 180 درجة بتطلع معانا الكيكة بالجمال والروعة دي. زي ما شفنا اختبار بالخلة، الخلة طالعة نضيفة جدا، وظهر الكيكة زي ما شفناه كده وانا قشرته بالسكينة. ولقطة ظهر الكيكة بعد ما قشرته بالسكينة يعني راحت مني، بس الظهر شكله حلو جدا، وهنشوفه ان شاء الله لما بنقطع الكيكة. هنشوف قطعة الكيكة من تحت ومن فوق شكلها ايه. دي الكيكة زي ما قلت بعد ساعة في الفرن على 180 في الرف اللي في النص. الكيكة اسفنجية جدا، طعم وريحة وقوام في منتهى الجمال، حلوة قوي قوي قوي. وكمان ده موسم الأسفندي ونغير طعم عن البرتقال وبيديلنا الروعة اللي شايفينها. شوفوا الكيكة ما شاء الله، حتة اسفنجة، عشان كده خفيفة جدا ومقاديرها مظبوطة. والمعلقتين النشا بيضيقوا مسام الكيكة وبيثبتوا ارتفاعها، ونص ليمونة بيوحد اللون.